من اكتر الحاجات اللي بتخليني اقيس درجة حب الشخص ليا هي اني ما هونش عليه. الكلمة دي كبيرة قوي بكل المعاني، عشان تقريبا هي الكلمة الوحيدة اللي بتوصف الحب بجد، اللي بتوصف الحب والتقدير والخوف والاهتمام والحنية وكل المواصفات اللي بتظهر الحب. عشان كده ازاي تقنعني انك اقرب حد ليا وانت بيهون عليك زعلي؟ ازاي تقنعني انك حنين عليا وانت هين عليك تعبي؟ طب ازاي تكون مقدرني وانت هين عليك تقلل مني وتزعلني وما تسألش فيا؟ طب تهتم بيا ازاي وانت مش بتدور على اللي يبسطني ويفرحني؟ فين الحب والقرب في كده؟ عشان كده لو هنت على شخص لأي سبب حتى لو كان بسيط، اعرف انه مش بيحبك. اللي يعرف انك متضايق منه وما يقلبش الدنيا عشان يصالحك يبقى مش اقرب حد ليك. واللي عادي ينام وانت في زعل بينك وبينه حتى لو كان زعل صغير وهو مش بيتأثر وينام عادي، يبقى انت مش جزء منه. عشان كده لازم تعرف ان الكلمة دي هي اكبر دليل على اي مشاعر جوانا لحد، صحابنا، اهالينا، حبايبنا، كل الناس. حتى انت لو عايز تتأكد من مشاعرك وغلاوة حد في قلبك، جرب وشوف يهون عليك ولا ما يهونش عليك. لو ما هنش عليك يبقى انت بتحبه، لو هان عليك يبقى انت ما كنتش بتحبه. وانت كمان لو هنت على الشخص ده يبقى مش بيحبك. لما تلاقي شخص بيتكلم لكن لما يجي عند الفعل ما يعملش، يبقى مش بيحبك. لكن لو ما هنش عليه زعلك يبقى هو فعلا بيحبك وهيدخل حياتك وهيلاقي نفسه بيتعلق بيك اكتر واكتر واكتر. لكن لما يهون عليه زعلك هتلاقي حبك في قلبه بيقل، ملهوش قيمة ولا وجود. عشان كده كلمة ما هنتش عليا كلمة كبيرة جدا، لأن معناها التقدير. والتقدير في الزعل هو أكثر حاجة بيحس بيها الشخص طول العمر، وأكتر حاجة بتشفي الإنسان وتصالحه لما يكون زعلان. الحب هو اهتمام على طول، مش شوية وشوية. والسؤال غير التضحية، غير كلمة ما يهونش عليا زعلك. ما يهونش عليك يعني مهما كان عنده جبل من التزامات وجيش من الناس اللي حواليه، هتكون انت دايما في أولوياته وحاجة تانية وفي مكانة تانية. لكن لو حد حس بغير كده هتلاقي مشاعرك بتموت وحاسسك بتموت ناحيته. فلو انت هنت على حد، مشاعرك مع الوقت هتهون وهتلاقي نفسك ان انت نسيته. لكن لما تلاقي حد ما يهونش عليه زعلك، هتفضل طول العمر بتحبه وطول العمر فاكره.